هل تفتكر ان كل الناس اذكياء؟ ازاي اصلا الناس دي عايشت من غير ده؟ بقالك 3 ايام معاه بتتمرن في الجيم وما بتروحش، وشوف جسمك بيكلمك ازاي. ربنا خلق جسم فعلا اذكى منك. اللي هيودينا لسبونسر فيديو النهارده. انا بقيت عين بتسرب مش شايف، ودي ساعات بتصفر كده لوحدها، مفيش طاقه اعمل اي مجهود، على طول مقريف، على طول بتتاوب، على طول جسمك وجعك وهمدان كانك في مجاعه. تعرف ان ربنا خلق جوه جسمك حاجتين، حاجه اسمها ادابتيف ميكانيزم وحاجه اسمها سرفايفنج ميكانيزم. هتقولي لا انا ما عنديش الكلام ده، ولو عندي الكلام ده كنت اكيد عرفت. لا، ربنا خلق جوه جسمك الحاجتين دول عشان تعرف تعيش. تعال اقول لك ايه الحاجتين دول وافسرهم لك باسلوب بسيط واحده واحده كده معايا. انا حسن رضوان، ولو فيديوهاتي بتعجبك يا ريت تشجعني انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. يلا بينا نبدا الفيديو. خليني اقول لك ايه هو السرفايفنج ميكانيزم، يعني ايه بيعمل ايه في الجسم بالظبط، وليه ربنا خلقه في جسمنا. السرفايفنج ميكانيزم دي آلية أو حاجة ربنا خلقها جوه جسمنا عشان تخلي جسمك يعرف يعيش. طيب واحدة واحدة كده، أكيد أنت سمعت جملة قبل كده إن جسمك ذكي. هل تفتكر إن كل الناس أذكياء؟ يعني غير الجملة دي مقصود بيها إن أنت ذكي في تفكيرك؟ لا، هو ربنا خلق جسمنا كله ذكي عشان لو أنت ما اهتمتش بيه هو يعرف يعيش لوحده. طيب هيعيش لوحده إزاي؟ يعني أنا لو ما شربتش جسمي وما أكلتوش هو هيعيش لأكتر وقت ممكن. تخيل كده إنك في الصحراء، مفيش مية مفيش أكل. أكيد سمعت قبل كده ايه ده؟ أكيد أنت سمعت قبل كده إن في ناس كتير كانت في الصحراء وعاشت أيام كتير، ممكن ساعات بتوصل ل7 أيام مثلا من غير مية، ممكن ناس بتقعد بالأسبوعين وال3 من غير أكل. طب إيه اللي بيخلي جسمهم يعمل حركة زي دي؟ أو إزاي أصلا الناس دي عايشت من غير ده؟ إحنا لما بنقعد في رمضان 16 ساعة صايمين بنقول إحنا هنموت من الجوع. الفكرة كلها إن جسمك بيعرف يعيش لوحده حتى لو أنت ضغطت عليه. طيب جسمك بيعرف يتأقلم ويتعايش على أي وضع أنت حاطه فيه. على فكرة الوضع ده مش بس أكل ونوم، أكل وشرب. على فكرة الوضع ده مش بس أكل وشرب، ممكن يكون نوم، ممكن يكون تمرين، أي حاجة بتعملها في يومك حتى لو غلط جسمك بيحاول يعيش وينجو بيها عشان هو ربنا خلقه كده. هو ده اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، إن مش لازم أنت تكون بتعمل الحاجة دي، ممكن جدا إن جسمك يكون بيعملها عشان بس يخليك تعيش. فأنت ممكن تكون بتنام غلط، يعني بتنام عدد ساعات اقل، او بتنام في وقت جسمك ما يكونش مرتاح فيه، بس انت برضو عايش. ممكن تكون بتاكل غلط، كتير مننا بياكل غلط وما يعرفش ان هو اصلا بياكل غلط بس برضو بيفضل عايش. طب ليه الجسم بيعمل حركه زي دي، او ازاي بيعمل حركه زي دي؟ طيب تعالى اقول لك كده، لو جسمك مفيش اكل كافي ليه هيعمل ايه، ولو مفيش ميه كافيه ليه هيعمل ايه؟ الاول لو مفيش اكل كافي لجسمك، ايه اللي جسمك بيعمله؟ جسمك بيشغل بقى وضع هنا حاجه اسمها starvation مود، اللي هو كانك في مجاعه، كان مفيش اكل خالص هيخش لك. الجسم ساعتها بيبتدي يعتمد على اللي عنده ويبتدي يقلل كل حاجه هو ممكن بيعملها. يعني لو انت دخلت جسمك في المود ده هتلاقيها بتحصل معاك كده، بس انت ركز معايا. هتلاقي في ايام كده انت عندك مفيش قدره على التركيز، مفيش قدره على الحركه، عايز تنام طول اليوم مريح، حتى لو بتتمرن تروح الجيم مفيش نفس للتمرين، على طول مقريف، على طول بتتاوب، على طول جسمك وجعك وهمدان. كل ده هو ده الاسترفيشن مود. طب هو ليه جسمك دخلك في الاسترفيشن مود ده، اللي هو المود بتاع المجاعه؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى، عشان هو ربنا خالق الجسم بيحاول يسرفايف، فانت دخلته في المود ان مفيش اكل، خلاص انا هبتدي اتاقلم على كميه الاكل اللي بتخش لي. ودي غلطه ناس كتير بتعملها، بتكون عشان عايزه تخس باسرع وقت ممكن، وبيدخل جسمه في المود ده، فيلاقي نفسه بدل ما هو المفروض الطبيعي الBMR بتاعه اللي هو قدرة الجسم على ان هو يتعامل مع الاعضاء الحيوية بتكون مثلا 1200 1300 كالوري في اليوم، هو ساعات بيقل عن الرقم ده، وده رقم كارثة. فساعتها الجسم بيخش في حاجة اسمها starvation مود، اي اللي هو المجاعة اللي هو دخل فيها، فيوطي كل حاجة. عارف الموضوع بيكون عامل زي ايه بالظبط؟ زي تليفونك. امسك كده تليفونك لما يقل تحت 20% هتلاقي التليفون لوحده عمل ايه؟ شغل حاجه اسمها باور سيفنج مود. هو ايه الباور سيفنج مود ده؟ انت اكيد عارفه ان هو بيخلي الشاشه بتاعت الاضاءه بتاعتك تقل، الصوت يقل، اداء التليفون يقل. هو ده اللي جسمك بيعمله بالظبط، هو بيبتدي يقلل كل حاجه عندك عشان يبقى جسمك بيستخدم بس اللي عنده، هو ما عندوش حاجه داخله من بره تاني. فانت بتديله 1000 كالوري في اليوم، هو محتاج 1500 2000 كالوري مينيموم عشان يعرف يعيش. لو انت بتديله 1000 ايه هيموت؟ لا هيعيش، بس هيعيش بال1000. فبدل ما كان كل حاجه
فول باور، نظرك كويس، سمعك كويس، تركيزك كويس، كل حاجه عندك كويسه، فجاه بقيت مفيش نظر كويس، انا بقيت عيني بتزغلل مش شايف، انا بقيت ايه ده، انا مش سامع، انا في حاجات كتير قوي مش سامعها كويس، ودني ساعات بتصفر كده لوحدها، عايز انام طول اليوم من كتر الهمدان اللي انا حاسه، مفيش طاقه اعمل اي مجهود. هو ده الستارفيشن مود اللي جسمك دخلك فيه عشان ربنا خالق جواك السرفايفنج ميكانيزم دي. طيب ده هيخلينا ننتقل لحاجه ثانيه، بس معلش هخرج كده خروج درامي واجي لكم تاني. وده اللي هيودينا لسبونسر فيديو النهارده. مفيش يا ابني سبونسر. مفيش سبونسر؟ خالص. محدش يعرفني لسه؟ تمام، يلا نكمل. انا قلت لك في اول الفيديو ان في حاجه تانية اسمها ادابتيف ميكانيزم. طب ايه بقى دي؟ وايه علاقتها اصلا بالسرفايفل ميكانيزم اللي كنا بنتكلم فيه من شويه؟ الادابتيف ميكانيزم دي جسمك بيخش فيها او بيعملها، وبرده موجوده في جسمك باي ديفولت، يعني اي حد فينا عنده دي. لما جسمك بيلاقي ان الحاجه اللي انت بتعملها روتيني، خلاص هو هيتعود عليها وهيتاقلم عليها. يعني ايه؟ يعني خليني كده اديك مثال بسيط برضو على الاكل وبرضو على الميه، عشان برضو هتربطنا بالحاجه الاولانيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. يعني خلينا نتكلم عن الميه. الميه مثلا المفروض الطبيعي بتاعنا بتاع جسمنا ان مثلا النورمال بتاعك في اليوم من الميه من 2 لتر ل 3 لتر. هنفترض ان حد بياخد في اليوم لتر واحد. تفتكر ان جسمه عشان محتاج 2 لتر او 3 لتر فهو كده خلاص هيموت؟ لا، هو عايش، انت عارف ان هو عايش لتر واحد في اليوم. طب ازاي ده حصل؟ حصل عشان الادابتيف ميكانيزم اللي انا كلمتك فيه، ان لتر واحد في اليوم خلاه يعيش، بس الجسم ماشي بس الجسم في المقابل ده عمل ايه؟ خلى الميه اللي جوه الجسم نفسها محبوسه. يعني هتسمع ناس كتير بتقول لك انا وزني معظمه ميه. طب هو عارف ان وزنه معظمه ميه، بس هو مش عارف ايه الغلط. الغلط في كده ان هو ما بيدخلش الجسم ميه. يعني مش عشان انا جسمي عنده ميه كتير انا ما ادخلش ميه من جواه. يعني مش عشان جسمي عنده ميه كتير فانا بقى خلاص ما ادخلش ميه بقى، طب انا عندي ميه كتير. لا، الموضوع بيمشي بالعكس. يعني لو انت جوه جسمك ميه كتير وعايز تنزل الميه الزياده دي، انا بتكلم عن الميه الزياده مش الميه عامه، الميه اللي بتبقى تحت الجلد سب كات ووتر، الميه دي عشان اتخلص منها لازم ابتدي ادخل للجسم ميه هو متعود عليها. يعني انا متعود الجسم المفروض على 3 لتر وهو ده المود بتاعه الطبيعي. جت وقت طويل بديله لتر واحد في اليوم، هيحبس ميه. يعني ولا هيخرجها لك في صوره عرق ولا هيخرجها في صوره يورين، هيبقى في ميه جواك محبوسه. عشان تبتدي تتخلص من الميه دي تاني محتاج انك ترجع للجسم اللي هو اصلا نورمال بالنسبه له. بس خليك فاكر حاجه، انت دلوقتي خليت الجسم النورمال بتاعه لتر، فهو ده بالظبط الادابتيف ميكانيزم. جسمك تأقلم وتكيف على اللتر، فعايش باللتر ده، محتاج انك ترجع تأقلمه وتكيفه تاني على ايه؟ على 2 لتر او 3 لتر. ففي الاول هيبقى صعب بالنسبه لك، بس واحده واحده هتعرف تعملها وتضغط على نفسك شويه، هتلاقي جسمك راجع تاني وبيتخلص من الميه الزياده عنده. طيب لو انت تهت مني تعالى كده الخص لك الليله دي، بس هخرج من الناحيه دي بقى واجي لك تاني. استنى. طيب الملخص بقى بتاع كل اللي احنا قلناه ده ايه؟ ان جسمك ذكي، يمكن اذكى منك كلنا، ودي حاجه مش بتعيبك ولا بتعيبني. ربنا خلق الجسم فعلا اذكى منك وفعلا بيعمل الحاجات اللي انت ما تقدرش تعملها. ليه؟ عشان زي ما اتفقنا عشان يعيش. فخليك مش اذكى من الجسم عشان مش هتعرف، بس خليك ذكي كفايه انك تعرف تتعامل مع الجسم ده. شوف جسمك بيعمل ايه وشوف جسمك بيكلمك ازاي. بيكلمك، هو الجسم هيكلمني، الجسم هيكلمك بتصرفات بافعال، فانت لازم تبقى مع الجسم واحده واحده كده عشان تفهم بالظبط هو عايز ايه وتفهم بالظبط تعمل ايه عشانك انت في الاخر. من الاخر كده اللي عايز اقوله لك، ما تعاندش مع جسمك. يعني ما يبقاش انت عايز تنزل في الفات وانت منزل سعراتك الحراريه مموت نفسك ومستغرب ان ايه ده انا حالي وحش جدا وجسمي مش عايز ينزل اكتر من كده. مش هينزل. لازم تبقى ذكي ولازم تتعامل مع جسمك بذكاء. لما تلاقيه نزلت سعرات حراريه جدا وما بينزلش ارجع زودها تاني عشان تبتدي انك تنزل في الفات. ولما تبقى بتتمرن وموت نفسك بالتمرين بقالك 3 ايام معاه بتتمرن في الجيم وما بتروحش ومستغرب ايه ده وانا كنت بتلعب قدام ما بتزيدش ليه؟ ما هي مش هتزيد، ما انت عمال تضغط على جسمك لدرجه ان هو مش لاقي
الفرصه والمفر ان هو يعرف يزود لك كتله عضليه. ما بيعملش ريكفري، ما بيعملش هيلينج. طب هيزودها لك ازاي؟ فخليك ذكي، تعامل مع جسمك بذكاء، واحده واحده هتلاقيه فعلا بيدي لك اللي انت عايزه. كان معاكم حسن رضوان، ويا ريت لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس.